ازيك يا سنتار؟ ازيك يا حاج عامر، عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ تمام؟ كله تمام الحمد لله. طب حاج عامر، اولا لقاء النادي الاهلي ولقائه مع سموحه، هل فعلا تم الاتفاق على اقامته باستاد السويس او استاد الجيش بالسويس؟ يعني الحمد لله النهارده كان المهندس خالد كان في السويس في احتفالات هناك. ايوه. وكان سياده الامين العام كان موجود ومدير امن السويس كان موجود. ايوه. والحمد لله يعني بلغني بالموافقات على اقامه المباراه هناك ان شاء الله في استاد الجيش في حوض الجرس ان شاء الله. استاد الجيش مش استاد السويس؟ لا استاد الجيش. استاد الجيش. طيب. اللي اتلعب فيه ماتش مباراه الزمالك. اتلعب فيه الزمالك. طيب. مباراه الزمالك والاسماعيلي برضو على غرار مباراه السويس، يعني مباراه الاهلي وسموحه. الزمالك والاسماعيلي احنا لسه منتظرين الموافقات الامنيه وموافقه الامانه العامه على استاد الجيش ببرج العرب. ولو ما كانش هنعمل محاوله في استاد اسكندريه، فهي بين الملعبين يعني انما هي في اسكندريه ان شاء الله. يعني هي اخيرا يعني رسمي في الاسكندريه ولا لسه هيبقى يتم تعديلها تاني يا حاج عامر؟ لا هي في اسكندريه ان شاء الله، بس في انه ملعب في اسكندريه لسه لما تيجي الموافقات هنعلن على طول ان شاء الله. طيب بدايه الدوري يا حاج عامر. عارف ان اي استاد للجيش لازم ننتظر الموافقه بتاعت الامانه العامه، ما نقدرش نعلن قبل ما تيجي الموافقه. يعني اي حاجه تابعه للجيش طبعا لازم امانه عامه اكيد. طب بدايه الدوري يا حاج عامر، سمعنا يوم قالوا يوم 24 اغسطس قبل بدايه لقاء مصر منتخب مصر، ثم بعد كده سمعنا 15 سبتمبر، ثم بعد كده سمعنا حاجه اكتوبر، يعني 10 اكتوبر تقريبا. يعني اخر حاجه ممكن حضرتك تكون توصلت لها ايه مع لجنه المسابقات؟ لا هو طبعا الموضوع ان كان يمكن اكثر من 3 شهور كان مستر كوبر قاعد معايا والجهاز الفني والاداري للمنتخب الوطني في اسكندريه. وكنا اتفقنا ان تبقى مباراه السوبر يوم 18 والدوري يوم 25 من غير اللعيبه اللي هتلعب مع المنتخب الوطني المباراتين بتوع غينيا وجنوب افريقيا المعسكر اللي موجود. ده 25 اغسطس يا حاج، مش كده؟ ده كان المفروض هيجمعوا يوم 26 ان شاء الله. فكان الاتفاق على كده، وبعدين الانديه يعني طلبوا ان هو الفتره هتبقى قريبه جدا، مش هياخدوا فرصه كافيه. فطبعا دي قابلتني في مشكله ثانيه، ان مباراه السوبر لو نادي الزمالك طرف فيها هيبقى فيه مشكله ان احنا نلعبها قبل بدايه الدوري علشان افريقيا. المباراه دي ممكن تعصلنا شهر كامل عقبال ما الزمالك يبقى عنده فرصه ان هو يلعب. يعني ثواني، يعني لو الزمالك كان طرف في اللقاء السوبر هيؤجل الدوري شهر. ده ممكن يأجلنا بقى شهر عن سبتمبر كمان يعني ممكن في 10. ده عشان كده كلام طلع بتاع شهر 10. عشان كده طب لو الزمالك مش طرف لا قدر الله، يعني الزمالك مش طرف مباراة السوبر. فندم؟ لو الزمالك ما هوش طرف لقاء السوبر يا حاج عامر، خلاص هيتلعب يوم 14 سبتمبر ونلعب الدوري يوم 15 على طول ان شاء الله. 14 سبتمبر والدوري يوم 15 سبتمبر. انما لو الزمالك كان احد طرفي لقاء السوبر، يعني الزمالك لو خد الكاس هيبقى هو احد لقاء السوبر مع النادي الاهلي، ثم هيؤجل بقى الدوري لشهر 10. تمام. او لو لعب النهائي مع الاهلي، يعني النهائي ايه؟ نهائي كاس مصر؟ يا اخذ الكاس يا لعب النهائي مع الاهلي، هيبقى السوبر برضه اهلي وزمالك يعني نهائي الكاس لو لعب نهائي كاس مع الاهلي هيبقى هو نهائي برضه السوبر مع الاهلي، فهيؤجل لشهر 10. هو ده تبقى المشكله. عشان كده انا طلبت ان يبقى بينه الدورين يا كابتن طارق زي ايطاليا، عشان نقدر نحدد الانديه من دلوقتي، عشان تبقى الامور واضحه للانديه يعرفوا يعملوا البرنامج بتاعهم. انا طالب ان السوبر يتلعب بين الدورين، يعني قبل بدايه مش بدايه موسم يعني. مش في بدايه الموسم يا حاج عامر، مش كده؟ لا عشان ما يعطلناش العطله دي كلها. احنا عندنا افريقيا ما نقدرش نعطل عشان المباراه نعطل شهر كامل نبدا في اكتوبر. وبعدين المنتخب طالب ان هي قبل المباراه الرسميه بتاعت اكتوبر اللي هي تصفيات كاس العالم اول مباراه ليه ان تبقى الانديه لعب على الاقل 3 مباريات عشان تبقى رجلهم في الملعب علشان خدمه للمنتخب الاول. فهي المشاكل مركبه يعني معلش يعني عندنا. لا طبعا احنا يمكن انا في بدايه قبل النهائي في شهر سبتمبر، فما عندوش وقت ان هو يلعب. ما عندوش وقت خالص. انا يمكن في بدايه المباراتين بتوع اللي قبل النهائي يخش على معسكر منتخب علشان المباراه بتاعت تصفيات كاس العالم، فمش هيبقى في وقت انك تلعب المباراه. وعشان كده طبعا هو الحل الامثل
ان لازم مباراه السوبر تتلعب بين الدورين في حاله ان الزمالك ترك فيها ان شاء الله. والله انا قلت الكلام ده حاج عامر، يمكن في بدايه تقديم حضرتك قلت الحاج عامر الحقيقه بيتحمل اعباء كثيره جدا والمواعيد بتبقى متلخبطه معاه، والحقيقه تحيه ليك للموسم اللي فات كان صعب جدا. كنت في المطبخ معانا وكنت يعني الظروف حضرتك كنت عارفها اول باول. لا والله كتر خيرك يعني. كانت بتقابلنا وبنحاول نحلها، انما الناس طبعا فاكره ان الموضوع سهل ان هو يحط تاريخ وخلاص. بالظبط. فانا قلت لحضرتك كل المواقف الصعبه ايه؟ ان مباراه السوبر لو اتلعبت يبقى الزمالك مش فاضي عشان ان شاء الله هيوصل دور قبل النهائي بتاع افريقيا. بالظبط. فمش هيبقى فاضي لمده طويله، يطلع من المباراتين بتوع افريقيا يلاقي معسكر منتخب الاول. فاحنا عندنا مشاكل كتير جدا. صحيح. فالافضل الحل طبعا للانديه كلها والمنتخب مصر ان احنا نحدد من دلوقتي ونعلن. انا بلغت العميد ثروت عشان يديني القرار النهائي ان احنا نعلن ان مباراه السوبر بين الدورين عشان الانديه ما تنتظرش موقف الزمالك لغايه 8 نقدر نعلن من دلوقتي. الموضوع ينتهي من دلوقتي عشان الانديه تعرف تشتغل وتبقى عامله الاعداد على تاريخ معين للمباراه يعني لبدايه الدوري. طب ما انا عندي اقتراح تاني يا حاج عامر، يعني هل ممكن انك انت تلعب السوبر عادي في ميعاده زي ما حضرتك قلت 18 ونهايه الكاس اوكي خلاص يوم 7، الفتره بقى يوم 8، الفتره اللي هي الاولى بتاعت ماتشات الزمالك دي بتاعت الدوري، ما احنا ممكن نرحم ماتشات الزمالك للدوري وتكمل الماتشات السوبر وتبدا الدوري عادي في شهر 9. ما هو السوبر هيبقى مشكله في السنتار. الزمالك هيبقى عنده مباراه يوم 22 و23 هو والاهلي. ده افريقيا 22 افريقيا 22 23 22 في افريقيا مش كده؟ في افريقيا في بطوله افريقيا. ما احنا عندنا كل شهر مباراتين للانديه. وبعدين كده من شهر سبتمبر المنتخب استغل المباراه بتاعت تشاد اللي هي انسحب فيها تشاد، عامل مباراتين يوم 30 سبتمبر ويوم 6/8. 30 و8 و6/9 مع جنوب افريقيا. 30 و8 و6. وعنده في شهر 10 تصفيات كاس العالم. لا هي مشكله يعني طبعا لا هي مشكله وهي حسبة بيرما يعني عموما هي صعبه. فهو افضل الحلول يعني انا مش شايف ان شهر 10 ده يعني يعمل مشكله لحد يبقى بين الدورين يعني قبل بدايه الدور الثاني. ايطاليا عملتها السنه دي هتعملها السنه دي وعملتها قبل كده يعني السنه اللي فاتت على حسب الظروف بتاعت كل اتحاد يعني. يعني هو طبعا احنا متعودين دايما السوبر يبقى في بدايه الدوري، لكن كل حدث حديث طبعا، واحنا مش هنقدر طبعا نفتي في هذا الموضوع. انت طبعا عايزين نتبرمج يا كابتن طارق، يعني ما ينفعش نعطل الدوري لغايه اكتوبر ونضر المنتخب عشان خاطر المباراه. انا معاك والله انا معاك، انت عندك حق فعلا. لو بدات في شهر 10 انت حضرتك هتيجي في شهر اوائل يناير هتقف علشان خاطر المنتخب الامم الافريقيه قدام 15 يوم، وعندك شهر افريقيا 45 يوم. لا هي فتره طويله، وبعدين من دلوقتي لشهر 10 كتير قوي يا حاج عامر يعني. اعتقد في شهر 9 في شهر 9 معقول جدا الدوري يبدا وترحل السوبر للبين هو الميعاد المناسب. هو ميعاد المناسب يعني جدا. يعني حتى الانديه والمنتخب بالظبط. المنتخب السوبر عايز يبقى ما يعملش المشكله اللي حصلت مع كابتن شوقي غريب انه يخش على مباراه رسميه من قبل الدوري ما يبدا. بالظبط. فيبقى هو مش عارف حاله اللعيبه ايه. فعشان كده قلنا نلعب 3 مباريات في شهر 9 نبدا من يوم 15 يخشوا على المعسكر بتاع المباراه الاولى. هو منطقي جدا تقريبا ان هي في اوائل 10 اللي هي لسه ما اتحددتش لغايه دلوقتي اللي هي من 3/10 ل 10/10. هو منطقي جدا. هو اللي بيحدد يوم معين. لغايه دلوقتي الامور مش واضحه بالنسبه لنا، هي 3 ولا 7 ولا 10. لا هو منطقي يا حاج عامر، منطقي جدا ان انت تعمل السوبر بين الدورين، مفيش اي مشكله خالص، لانها بطوله يعني مش هتاثر على دوري. احتفاليه ختام موسم بنأجلها لظروف صعبه. صح. ما عدا احنا الحقيقه طبعا يا كابتن ما تبقاش عندنا احتفال، لان احنا ليه اتقلبت عندنا بقى فيها شد عصبي، بقى فيها شد. لا هي ما فيش حاجه فيها احتفال اساسا. او الزمالك والاهلي، لو الزمالك هو اللي كان واخد الدوري فبالتالي الاول، فالناس بتبقى مشدوده والامن مشدود ونقعد ندور على الملعب، ما فيش احتفاليه خالص يعني. لا صحيح. يعني ضرر حتى الفلوس بتاعتها ما بيجيبش
الاضرار الفنيه والامنيه اللي من وراها. الامور يعني لازم تتحسب اكتر من كده. يعني برضه انا كان رايي بقالي سنتين ان احنا لازم نلغي مره الكاس. قبل كده الكاس اتلغى كتير زمان، يعني حاجه كتير طبعا، علشان نقدر نعدل من اوضاعنا والانديه ترتاح، عشان نبدا موسم نرجع للمواسم بتاع زمان، ان احنا نبدا صح في الميعاد. هيرجعوا يقولوا لك حقوق تسويقيه وفي شركات رعايه واعلانات انما يقول لك اصل الشركه الراعيه دفع الكلام ده كله، ما انت عارف يا حاج عامر تلاقي قدامها اضرار 3-4 مواسم اكتر من ال 10 مليون. اضرار ماديه، وانديه تقعد عامله معسكر شهر او شهرين مش قادره تمشي اللعيبه عشان مباراه واحده في الكاس ممكن يخرج منها. يعني ليها اضرار كتيره. ايوه صح. فاحنا لو كنا لغينا مره بس الكاس في الموسمين 3 اللي فاتوا دول، لا وكان انسب وقت هو ده. كان انسب موسم لالغاء الكاس هو الموسم ده على فكره، لان ده كان هيريحك كتير جدا في بدايه الدوري. 9/7 الناس كلها خلصت وبدانا عادي والامور كلها بقت، وبدات في شهر 9 بقى، ممكن تبدا في شهر 9 عادي من غير اي بقى سوبر ولا الكلام ولا الحزب اللي انت فيه ده. ما كانش فيها مشكله خالص. بالظبط. ما كانش فيها مشكله. عموما ربنا يوفقك يا حاج عامر، نتمنى لك التوفيق، وانت يعني في معمعه كبيره جدا، ربنا يوفقك. بنشكرك شكرا جزيلا حاج عامر حسين، رئيس لجنه المسابقات باتحاد كره القدم المصري. الحقيقه عمليه